النهارده بقى انا جايه اغير مفهومك تماما عن الفول المدمس. هنعمل دقه العربيات والطحينه وكمان احلى زيت حار اوعي تنسيه. لا احلى فول في الدنيا، شايفين زي الكهرمان في الحله، ولا هتستخدمي دماسه ولا حاجه ولا اضافات كتير. الطعم الاصلي واللون الطبيعي لفول التدميس، تستخدميه على السحور كل يوم في شهر رمضان وتدعيلي. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعمل الجمال ده كله زي ما بعض. اول حاجه مهم تعرفي نوعيه الفول اللي تشتريه يديكي نتيجه حلوه. الفوله الفاتحه اللي حبايته بتكون كبيره ده احلى فول ممكن تشتريه، بيديكي طعم وقوام حلو قوي بعد التدميس. بضيف على كل كيلو فول ربع كيلو من الفول المدشوش. طبعا بتنقيهم كويس وتغسليهم تحت الميه الجاريه اكتر من كذا مره. بعد كده بغمرهم بميه من الحنفيه عادي خالص، ولا سخنه ولا دافيه. انا الحقيقه بحب انقعهم لا يقل عن 12 ساعه، يعني من بالليل الصبح. كنت بعمل الموضوع ده بالليل، اقوم الصبح اعلق عليه. طب انتي مستعجله وحابه تعمليه في نفس اليوم، لازم يتنقع لا يقل عن 6 ساعات. البقوليات لازم تتنقع، وكمان اغير الميه عليها اكتر من كذا مره عشان الحبايه تنفش وتفتح في ميه نظيفه. هسيبه بقى كده ينفش براحته. وتاني يوم جبت الحله الكبيره، شايفين احلى فول تجيبيه هو الفول ده. الحبايه نفشت معايا وزي الفل. انا بقى من الناس اللي ما بحبش اضيف ولا اي حاجه تغير في الطعم واللون عليه. كل اللي بضيفه الفول المدشوش. ميزته هنا عشان ما فيهوش قشره بيدوب، وبيديكي تقل وطعم وقوام ولون كمان حلو للفول، مش بيغير في طعمه ابدا لان هو منه فيه. وكمان ليمونه بغسلها واشقها كده بالسكينه واتخلص من البذر بس مش للنهايه، بدون عصر ولا حاجه. وطماطميه تديكي تسكيره ولون حلو، كل حاجه طبيعي. الطماطميه بس قشريها وقطعيها 4/4 وتخلصي من البذور. انا عاوزه اللحم بس، ما تقلقيش اللحم كمان هيدوب. والميه من الحنفيه عادي، ورشه السكر تسرع في السوى. دي كل الاضافات بعد عده تجارب، ولا بضيف ولا جزر ولا عدس ولا كل الحاجات دي. يعني حتى البهارات مش بضيفها لان احنا اوريدي هنعمل دقه. النار في الاول تكون عاليه، يغلي اهدي النار واخلي حله جنبي فيها ميه سخنه. كل لما احتاج ازود ميه سخنه. اوعي تزودي ميه من الحنفيه، دي الغلطه اللي بنقع فيها، بتخلي القشره تشد معاكي، مش فتره النقع الطويله. ازود ميه تكون بتغلي، حله بقى او براد جنبي. ده بعد شويه كده، بعد ما عدى حوالي 3 ساعات، الحبايه ما شاء الله دايبه والقشره دايبه. هو لسه فاضل حاجه بسيطه، محتاجه الميه تتقل شويه. شايفين بقى ده اللون الصح والطعم للفول. هقفل بقى عليه ويلا نعمل الدقه. بعد كده بقى بتجيبي بوله كبيره وتنزلي بمعلقه كبيره حلوه كده من الثوم المفروم، نص كوبايه من الخل، معلقه كبيره ملح وكزبره وكمون، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه كبيره هريسه فلفل احمر. مش عندك هريسه ضيفي معلقه شطه او زودي من البابريكا شويه وقلبي. مش هضيف هنا عصير الليمون لان الليمون بعد فتره بيغير في طعم الدقه، بحب اضيفه فريش. على لتر من الميه 4 كوبايات، لو تستخدمي كوبايه. الازازه دي لتر، بتعايريها وتضيفيها. ضفت فيه الدورق هنا وقلبت عشان اضيف براحتي في الازازه. وكده عملنا احلى دقه. عصير الليمون لما بضيفه بيمرر الدقه وبيخليها طعمها مش حلو، وخصوصا ان الازازه دي بتقعد معايا لاخر رمضان. لو انت هتعملي حبه صغيرين تسيبيها في الثلاجه تقعد معاكي يومين 3، تضيفي ربع كوبايه من عصير الليمون. جهزت بقى الدقه. والازازه الصغيره دي الزيت الحار، مش انا اللي عاملاه طبعا، انا شارياه من بره. البوله بقى التانية دي هنضيف فيها كوبايه من الطحينه الخام. هنعمل الطحينه على كوبايه وربع من الميه الدافيه مع التقليب. مش بضيف اي حاجه على الطحينه غير رشه كمون ورشه ملح وشويه من الزيت الحار بس، لان احنا اوريدي حاطين البهارات والثوم والتوابل في الدقه. فالطحينه هنا بتكون خفيفه ومش عليها اي اضافات غير شويه كمون وشويه ملح، ودي احلى طحينه. الطريقه دي يا جماعه بتاعت العربيات. كده خلاص جهزت الطحينه والدقه والزيت الحار، كان ريحته بقى فظيعه. وادي بقى الفول الكهرمان بتاعنا، حاجه كده اللهم بارك. يلا نعمل مع بعض احلى طبق فول. شايفين شكل الفول في الطبق عامل ازاي؟ بيتحدث عن نفسه. حاجة كده طبيعية بدون اضافات كتير. الوصفة الوحيدة لما تضيفي عليها مكونات كتير بجد بتغير في طعمها. وزي ما قلتلك بعد عدة تجارب، اهرسي بالشوكة يكون معاكي زي الزبدة، ولا قشرة تشد ولا حاجة. وادي بقى طحينة العربيات الخطيرة اللي بنتجنن عليها، وقلبي. وشويه بقى من الدقه، بس كل ما تضيفي رجيها. ساعات كتير بحب اضيف عليها شويه من الزيت الحار، بتكون خطيره. وقلبي رشه من البابريكا والكمون والملح. واخيرا بقى ونقلب ونظبط ملحنا. خدتوا بالكم بضيف الليمون فريش في الاخر، لو ضفته في الدقه بيمرر، وخصوصا ان انا عامله كميه كبيره. وادي بقى الزيت الحار والطحينه لزوم التزيين، واحلى طبق فول في الدنيا. انت بقى حابه تعملي كميه كبيره وتضعفي، هتسيبيه يبرد تماما وتكيسيه وعلى الفريزر وبالف هنا. تطلعي كل يوم منه على السحور، وعلى فكره ينفعك في رمضان وغير رمضان. من الوصفات الاساسيه المفيده جدا جدا لينا على الفطار والعشاء. جربوه ان شاء الله يعجبكم على طريقتي. وكل سنه وحضراتكم طيبين. اوعوا بقى تنسوا الدعوه الحلوه واللايك والشير لوصفه النهارده عشان الكل يستفيد ويعملها. وبالهنا.